إذاعة سلطنة عمان. كتاب أعجبني. في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم. أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء. روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا. جدا جدا، هذا من الأشياء التي تميز الكتاب. كتاب وصف بأنه مهم جدا. ما الكتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني. مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل، تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكنة. هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي. كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. يغلف الكتب حمد بن سعيد الحبسي. أعزائنا، أهلا بكم. موعدنا اليوم مع رواية خليجية جريئة تقترب بموضوعية من ظاهرة العمالة الأجنبية في البلدان العربية، وما ينجم عن هذه الظاهرة من علاقات نجح الروائي في كشف بعض من كواليسها بواقعية وبخطاب روائي عميق في مضمونه ودلالاته وأحداثه وأمكنته، ما حقق لنا متعة مزدوجة هي متعة الحكاية والخطاب في آن معا. إنها رواية ساق البامبو للروائي الكويتي سعود السنعوسي، التي اختيرت ضمن القائمة الطويلة للروايات العربية المرشحة لجائزة البوكر لعام 2013. سنقترب من هذه الرواية ولغتها وجمالياتها في الوقت القادم بصحبة الناقد والروائي الجزائري المعروف واسين الأعرج، الذي تدخل روايته أصابع لوليتا أيضا ضمن القائمة الطويلة للبوكر العربية كمنافسة لساق البامبو. مرحبا بك أستاذ واسيني في برنامج كتاب أعجبني. أهلا أخي، شكرا على الدعوة الكريمة. الله يخليك. أهلا بك. اخترت كتاب ساق البامبو رواية السنعوسي الكويتي، لماذا؟ شوف، أنا بصراحة يعني صار لي سنوات وأقول هذا وأنا لا أعرف الشخص تماما، مجرد يعني من أي نزعة ذاتية يعني في المطلق تماما. قرأت هذا النص بصدفة القراءة إلى شيء، لأنه كنت مكلف بقراءات، فجاني هذا النص يعني وصلني وقرأته. كنت قرأت له سجين المرايا قبل ذلك، يعني نص كويس يعني، بس مش بالقوة التي تجعلني أتوقف عندها. لكن ساق البامبو فعلا جعلني أتوقف عنده طويلا. أولا موضوعة النص. تعرف أن النص يتحدث عن مشكلة موجودة في بعض الدول العربية، وهي مشكلة البدون يعني. نعم. تناولتها كثير من النصوص. نعم في كثير. أنا قرأت يعني في الأدب الكويتي، حتى في الأدب السعودي قرأت يعني مثل هذه لكن هذا ليس فقط الإشكالية، لا، هو يضعها في أفق التساؤل الحاد. لما وقع الغزو العراقي ضد الكويت، في واحد من البدون ويقف في حيرة. هو سيدافع عن الوطن أكيد، لأنه هو ولد هناك وأبوه وجده إلى آخره، فإذا هو ابن هذه التربة، حتى ولو أن هذه التربة لم تعترف به كما يجب يعني. هل سيحمل سلاح سيدافع ضد العراقيين، ضد صدام حسين تحديدا يعني الذي دخل إلى الكويت، أم أنه سيصمت بحكم أن البلد الذي هو مقيم فيه غير معترف به؟ طبعا هو ينتصر لقضية الإحساس بالوطن الذي هو موجود فيه، قصدي الكويت يعني، على الرغم أنه في إجحاف. إذن لما تضع بطل على هذه الحافة، أنت تمنح البطل
أو الشخصية الأساسية فرصة لأن يكون هشا، بمعنى فرصة لأن يكون مترددا، وفرصة لأن تنشئ قوة روائية من خلال هذا لأن الرواية ستتسطح عندما تأخذ موضوع اليقينيات. لو ما أخذش موضوع اليقين، أخذ المسألة من هذا التساؤل. ثم أن طريقة بناء الرواية، تعرف أن الرواية أنا اندهشت فيها في الأول. في الغلاف الخارجي عندك ساعة السنعوسي، ساق البامبو إلى آخره، دار العربية إلى آخره. ثم في الغلاف الورقي الداخلي، مش الكرتون الخارجي، الداخلي، توجد اسم فيليبيني الكاتب، نسيت راح لي الاسم. بعدين توجد ساق البامبو، بعدين توجد ترجمة فلان، تدقيق فلانة. فأنا أعطيت الرواية لطلابتي، قلت لهم شو رأيكم يعني لما توجدوا في كتاب شغلة مثل هذه، أو ممكن يكون في غلط، ممكن يكون في خطأ إلى آخره، هل هذا ترجمة أم كتابة؟ طبعا أنا عرفت اللعبة وين رايحة من الأول. هي قصة شاب يولد من علاقة كويتية، شخص كويتي يدخل في علاقة مع خادمة فلبينية، وينتهي الأمر إلى أنها تحمل منه طبعا وتنجب هذا الولد. الأب يعترف طبعا بابنه، وتغادر الشخصية الأساسية، تعود إلى بلدها الفلبين، ويتربى ابنها في الفلبين. وتحكي فيما بعد عندما يكبر هذا الطفل، تحكي له أمه كل قصتها المعقدة طبعا، يعني صعب نحكيها في ظرف وجيز، خصوصا البهاج الذاتي، الحياتي، الإنساني، القسوة إلى آخره. فهو يحمل هذا المخزون، وشوي شوي يحكي قصته لواحد صديق له مترجم يتقن العربية طبعا، ويريد أن يرجع نحو والده، وسيعود فيما بعد عند والده في الكويت، ويوجد أن والده توفى، استشهد في هذه حرب الخليج الأولى إلى آخره. فبعدين يعود عند صديقه هذا، يقول أنا عندي رغبة أني أكتب قصة حياتي وحياة والدي. فصديقه يقول ليش ما تكتبها؟ يقول طيب أنا بدي والدي يقرأ هذه القصة، أو أهلي يقرؤونها في الكويت، ولكن لا أعرف اللغة العربية. يقول اكتبها بالفلبينية وأنا أترجمها لك يعني. فإذا كل الرواية هي عبارة عن النص داخل النص، هي النص الذي سيكتبه هذا الشاب عن نفسه، ويتحول إلى كاتب طبعا فيما بعد، ويترجمه هذا صديقه إلى اللغة العربية. ولهذا الغلاف الذي اقترحه الكاتب كان هي عبارة عن لعبة فنية، وفعلا أنا استأنست ناهيك عن كونها التخيلي، عن اللغة اللي استعملها، على الرغم أن فيها شوية بعض الحشو، ولكن طبعا هذا كل كاتب عنده حق أن يقول ما يشاء لأنه طرائق كتابة. لكن أنا بدالي أن بعض التفصيلات لم تكن ضرورية، لكن هذا لم يؤثر سلبا على الرواية، بالعكس الرواية ظلت رواية متينة وتستحق كل الاهتمام. وسعدت كثيرا أنها في قائمة طويلة للبوكر بعمل فيها 13. وأتمنى من قلبي أن تفوز بجائزة الكويت للآداب، أتمنى فعلا لأنها تستاهل كل الخير يعني، على الرغم من أن موضوعها قد يكون قاسيا قليلا، ولكن في الوقت نفسه إذا جائزة دولة أو جائزة وطنية للشباب يأخذها كاتب مثل هذا، بالعكس هاي نقطة إيجابية للكويت وليست نقطة سلبية من ناحية الديمقراطية، يعني أن البلد يقبل حتى نص ممكن أن ينتقد السلطة الحاكمة إلى آخره. فأنا أشوف النص جميل، ولو تفوز هذه الرواية بجائزة البوكر كذلك ستكون، أو على الأقل توصل لقائمة 6، سيكون من حقها فعلا. وأنا أتمنى أن يطلع القراء عليها، مثل ما قلت لك، على الرغم أنا أسوي له دعاية، على الرغم من أني لا أعرفه، وعلى الرغم أن أيضا روايتك أصابع لوليتا إحدى الروايات المرشحة. نعم، ولكن صدقا أقول هذا الكلام من قلبي، سأكون سعيد لو أن هذه الرواية تمشي بعيدا في هذا الأمر يعني. نعم. طيب، في ضوء مقولتك في جمعية الكتاب أن الكاتب هو اللغة وليس فقط الأسلوب، ماذا عن لغة رواية ساق البامبو؟ لغة كويسة يعني، لغة شوف، أولا نحن نفترض بأن الرواية كتبت باللغة الفلبينية وليس باللغة العربية مثل ما يقول النص. طبعا يا صاحبها كتبها باللغة العربية أكيد. فهمت فيما بعد أنه ذهب إلى لأنه رحت فتشت كثير في
جوجل وكذا، وسألت أصدقاء في المحيط الكويتي إلى آخره أنه راح حتى الفلبين وأقام مدة هناك وتعرف على النمط الفلبيني في الحياة، في العيش، في اللغة، حتى تعلم شوية لغة فلبينية. طبعا هذا لم يؤثر على الرواية، بقية الرواية عربية. أولا في هذه اللغة باستثناء كما قلت لك بعد الحشو لا توجد حواشي يعني كثيرة، أن الرواية تذهب مباشرة نحو موضوعها. فيه قدرة على الإفهام، يعني اللغة ليست ثقيلة، ليست مثقلة بالاستعارة، بالعكس أن الاستعارة والمجاز إلى آخره تقف في الخلفية تماما إلا كمكونات جمالية للنص، ولكنها لا تؤثر على اللغة من حيث الفهم، من حيث أن هذه اللغة تنسج علاقة أبسط مع قارئها. ولهذا نشوف بأنه فعلا كتبها بشكل جيد، وفي هذا الجهد اللغوي الكبير. يعني على الرغم من أنه في الكثير من الأحيان يسقط في نزعة كلاسيكية، طبعا كلاسيكية مش بالمعنى السلبي لكن بالمعنى التفاصيل الزائدة يعني التي ليست ضرورة بالنسبة لنصه، لكن جهده كان كبيرا في هذا السياق تماما. نعم. طيب إذا بما أنك تتحدث بهذا الحب عن رواية ساق البامبو، أيضا دعني أسألك عن روايات أخرى في الكويت أو كتاب آخرين قرأت لهم. لا، في كتاب طبعا أنا مطلع، يعني أعتبر نفسي أني مداوم على الأدب العربي عموما، طبعا بما فيه الأدب الخليجي، لأنه خصوصا في السنوات الأخيرة في حركية كبيرة. من بين هذا الأدب طبعا الأدب الكويتي، وفي أسماء في الكويت يعني مثل ليلى العثمان، مثل إسماعيل فهد إسماعيل، مثل طالب الرفاعي إلى آخره، مثل راح لي اسمها اللي كتبت النواخذة يعني فوزية شويش إلى آخره. فهذه الأسماء الكبيرة هي الأسماء فعلا المؤسسة للأدب الكويتي الحديث، وتكتب داخل صعوبات كبيرة ولكن نصوصها تصل إلى قرائها. تعرف أنا إسماعيل فهد إسماعيل كنت لساتني صغير، يمكن عمري 19 سنة و20 سنة، أول بحث في جامعة وهران بالجزائر قدمته حول رواية كانت السماء زرقاء، هذا أتذكر العنوان، لإسماعيل فهد إسماعيل، هذا الكاتب الكويتي المرموق يعني جدا، واعتبروا أنه واحد من الأصوات العربية الكبيرة للأسف لم يأخذ حقه كافيا. ربما ستقول لمن من الكتاب العرب الذي أخذ حقه، لكن مع ذلك يستحق كل الخير ويستحق كل الاهتمام، وهو كاتب فعلا كبير يعني. وأنا تأثير كانت السماء زرقاء في روايتي الأولى وقع من أوجاع رجل غمر ثوب البحر كانت كبيرة جدا يعني حتى علاقته باللغة، هذه اللغة المقتضبة، الموضوع السياسية، هرب البطل إلى آخره، هي كلها علامات بقيت سجلت نفسها في الرواية. حتى أقول لك يعني إلى أي مدى هذا النوع من الأدب أثر. طبعا كانت معون في بيروت، ويمكن هذا اللي سهل وسيلة الاتصال. اكتشفت فيما بعد ليلى العثمان، وهي صديقة عزيزة وكاتبة مرموقة كذلك، يعني قرأت لها كتب كثيرة، من بينها مثلا المحاكمة، وهي واحدة من النصوص الجيدة يعني الروائية. ونفس الشيء لأنها تنشر في دار الأدب وتنشر في دور عربية بيروتية، فهذا يسهل وسيلة الاتصال. وكذلك صديقنا يعني طالب الرفاعي وصديقنا فوزية شويش. فإذا في هذا الأدب نلاحظ أيضا أن يعني اللي هم رواد رواية في الكويت أو الكتاب الكبار. نعم للأسف أنا اللي قرأت لهؤلاء الرواد، ولهذا لما جات بين يدي رواية كاتب شاب كنت سعيد جدا يعني، لأني اكتشفت نمط آخر. اكتشفت أن هذا الروائي الشاب يعني سعد السنعوسي خرج تماما، أكيد هو داخل معاطف كل هؤلاء متأثر بهم إلى آخره، لكن خرج من هذه السلسلة من المعاطف وخط طريقه مباشرة. في النص الأول شزيل المرايا أشعر بهذه التأثيرات المختلفة يعني، خصوصا إسماعيل فهد إسماعيل في طريقة كتابته، في طريقة نسجه للقصة، اعتماده على تيار الوعي كثيرا إلى آخره. لكن في نصه الأخير لا، خرج تماما وبدأ يسلك مسلكا خاصا. حتى في اللغة بدأت أشعر بأن هذا الشاب بدأ يؤسس للغته الخاصة به. أنا متأكد لو يستمر في هذا النمط من الكتابة وهذه
قوة وأنه يشتغل على نصوصه بشكل كبير إلى آخره، سيكون روائيا عربيا مرموقا وليس فقط كويتيا يعني. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الروائي العربي الجزائري المعروف وسيم الأعرج على هذا العرض الجميل لرواية ساق البامبو للروائي الكويتي سعود السنعوسي المرشحة مع روايتك أصابع الوليدة لجائزة البوك العربية لهذا العام. شكرا جزيلا لك. تسلم، شكرا إليك. غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحفصي.